السلام عليكم. كل مرة كنا بنعمل مشهد تمثيلي وبعد كده بنجيب واحد بيعلق عليه. المرة دي صاحب القصة موجود معانا. هو الحلقة المرة دي عن القرآن. الناس فاكرة عشان أحفظ قرآن أو عشان أختمه لازم أكون كبير، يا إما لما أكبر. على فكرة اللي بيحفظ قرآن هو قدنا، يعني هو شخص على طبيعي والله عادي زينا، يعني مش الموضوع مش كبير. هو هيبدأ يتكلم معانا وهنفهم منه إزاي هو حفظ وكل حاجة. يمكن الواحد يعني وهو كان بداية كده سن أولى إعدادي كان في صحبة كده حواليه، يعني ناحية المسجد كده كانوا بيقولوا عايزين يعملوا زي مشروع كده يخلوا كل الشباب يختموا القرآن. فيمكن أنا رحت كده وأنا عارف إن أنا يعني احتمال أختم ما أختمش، مش حاطط في دماغي إن أنا أختم ولا لأ. لكن أول ما بدأت كده أول شهر كده لقيت ربنا سبحانه وتعالى ميسر لي الأمر، فلقيت تحميس كده من كل اتجاه. أول حاجة كانت دافع إن الواحد يبدأ يحفظ القرآن ويسعى في ختمه هو الوالدين. أول حاجة والدي ووالدتي كانوا بيتعشموا فيا جدا إن أنا ألبسهم تاج الوقار يوم القيامة، وده كان أول دافع ليا. تاني دافع إن الواحد لو ما حفظش كلام ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ كلام مين؟ احنا ممكن مثلا لو في أنشودة، لو في أغنية، لو في رسالة من حد معين بيحفظها صم، فما بالك بكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أغلى من الخلق كله. ديت كانت تاني حاجة، ان انت مش بتحفظ كلام اي حد، ده انت بتحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى. تالت حاجة كانت بتشجعك ان انت تحفظ هي الصحبة والمنافسة، وان انت بيبقى حواليك ناس كتيرة جدا بتشجعك، وان القرآن الاحاديث يعني بتذكر في فضل القرآن ان اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، وان من قرأ احرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، وان يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أحاديث كتيرة تبين ان الواحد يعني لو حفظ القرآن أو حتى قرأ القرآن زيادة شوية بيعلو في الدرجات يوم القيامة، وإن في الدنيا الواحد بياخد قدر أعلى من أي حد، إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حالي قبل وبعد القرآن. يمكن قبل ما الواحد يختم القرآن أو يبدأ يحفظ القرآن كان له اهتمامات، يعني كانت اهتمامات يظن إن هي كويسة لكنها تافهة يعني. لكن بعد القرآن وبعد ما الواحد بدأ يحط رجله في طريق الحفظ وبدأ ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويجري شوية في حفظ القرآن، الواحد بدأ اهتماماته تتغير. بدأ هيفكر يا ترى القرآن ده اللي هو بيحفظه ترى هيعمل بيه، يا ترى هيعلمه لغيره، يا ترى القرآن ده هيأثر على سلوكه ولا لأ، يا ترى هيكون عامل ايه مع اهل بيته. هو كان الاول يعني بيسمع الكلام لكن في غضاضة وكان بيبقى متضايق شوية وهو بيسمع الكلام، لكن دلوقتي هل يا ترى هو هيسمع الكلام وهو قانع وهو راضي؟ دلوقتي هل همه دلوقتي اتغير؟ اكيد اتغير. دلوقتي بقى يقول لهم طب عايزين نعمل حلقة قرآن، عايزين نعين بعض على صلاة الفجر، عايزين نعين بعض على ذكر الله، عايزين نعين بعض على الخير، عايزين نعين بعض على الطاعة، عايزين ننشر الخير. بقى كل همه ان هو يحفظ الشباب الصغير في المسجد، كل همه ان هو يئم الناس يسمعهم القرآن صح، عايز يبين للناس نسخة للمسلم اللي هو مسلم زي ما بنقول مسلم صح، مسلم لازم ان هو القرآن له اثر في حياته، القرآن خلاه مسلم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى المسلم. شهر رمضان بيمثل ايه لكل اللي عايز يحفظ قرآن، او مثل لي ايه وانا بحفظ قرآن؟ يمكن شهر رمضان ربنا انعم عليا وانا في شهر رمضان وانا كنت في تانية اعدادي حفظت ما يقارب 2.5 أو 3 أجزاء. حفظت سورة آل عمران كاملة وسورة النساء كاملة، وهو قدر يعني ليس بالقليل في شهر رمضان أو في أول 20 يوم من رمضان. يمكن شهر رمضان ده فرصة لأن كل الأجواء مهيئة إن حضرتك تحفظ قرآن. هتلاقي الناس ماسكة المصاحف، هتلاقي والدك ووالدتك في البيت ماسكين المصاحف، هتلاقي الناس بتشجعك على الجو إن أنت تحفظ. كل ده يخليك تستعد وتبدأ كده وتكسر الحاجز اللي جواك إن أنت تحفظ. الحسنة بتضاعف في رمضان، والقرآن هو نزل في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيزيد حاله مع القرآن، والصحابة كان بيزيد حالهم مع القرآن في شهر رمضان. فلا بد ان كل واحد مننا يبدأ يعيد حاله مع القرآن ويبدأ يحفظ في شهر رمضان. نصايح للي عايز يحفظ القرآن:
اول حاجه لازم نيتك تكون خالصه لله سبحانه وتعالى، ان انت يكون كل هدفك ان انت ترضي الله عز وجل لحفظك للقرآن. تاني حاجة ان انت يكون عندك عزم وإرادة قوية جدا، تكون من جواك عايز تحفظ القرآن، يكون عندك صبر، تصبر شوية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسير لكن محتاج عزم وإرادة في الأول. ثالث حاجة وهي حاجة بسيطة جدا، ان حضرتك تعمل خطة لنفسك، تعمل خطة، شوف عايز تحفظ القرآن في قد ايه، في 6 شهور، في سنة، في سنتين، في 3، المهم تكون واضح مع نفسك وتحط خطوات عملية. رابع حاجة ان انت تلتزم مع شيخ او مع مجموعة تعينك، تلتزم مع شيخ عشان يصحح لك القراءة، تلتزم مع مجموعة بحيث تعينوا بعض عشان محدش فيكم يكسل، لو حد كسل كل اللي حواليه يقوموه. خامس حاجة وهي ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينك على حفظ القرآن، وتوصي كل من اهلك واصحابك وناسك ان هم يدعوا لك. جزاكم الله خيرا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا هبدا وانت كمان ابدا، حتى لو في ايه في اليوم، هي حاجه صغيره بس احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. عايز ابقى مسلم صح زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان القرآن وماشي عالأرض عامل بيه، هو الطريق للجنة وبسنته نعلى، وفي طاعته نلقى الدنيا نور وسلام. بنفسي هبدأ واتغير عشان الجنة تستاهل، عشان العمر